برحب بحضراتكم من جديد. زي ما تابعنا موضوع مهم جدا، اعتقد ان موضوع الساعه عشان كده في من قلب الاهلي كان مهم ان احنا يعني نتحاور بشكل اعمق وبشكل اكثر ونعرف ايه الامور اللي خاصه ببيع حقوق مباريات كره القدم المصريه. بنتكلم على الموسم المقبل. ناس بتبيع بشكل فردي لها كل الحق، ناس بتبيع بشكل جماعي ايضا لها كل الحق، في ناس بتبيع بشكل حزم عن طريق 3 4 انديه يتشاركوا مع بعض. كلها اعتقد امور يعني تخص الانديه، لان هنرجع ونقول الانديه هي اللي لها الحق الاساسي والحق الرئيسي فيه من المفترض اداره وايضا عمليه البيع. خليني طبعا ويسعدني ان يكون معايا المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب. برحب بحضرتك يا فندم، ومش عايز اطيل عليك، انا عارف ان عندك طياره، وبشكرك جدا ان حضرتك كنت موجود معايا النهارده في من قلب الاهلي. لا، انا بشكر النادي الاهلي اداره، رئيس مجلس الاداره والاعضاء والتلفزيون الاهلي يعني. بشكرك يا فندم. خليني ابدا بعملية البيع اللي تمت. أعتقد أن هي مهمة جدا، كان فيها خطوات سريعة، لكن أنا عايز حقيقة أبدأ بعملية لو نسميها الحزمة، مش عايز أسميها عملية تحالف، لأن ممكن تحالف بتعني لو مجموعة عندهم مشكلة من المشاكل، رغم أن هي هنسميها يعني لغة عربية ممكن الناس تاخدها لتفسيرات مختلفة، لكن أنا هسميها حزمة الأندية. 7 أندية تكاتفوا مع بعض، منهم النادي الأهلي، المقاولون العرب، سموحة، دمنهور، وادي دجلة، مصر للمقصة. أعتقد أن ده كان ربطة وبيع حزمي جيد جدا، عمل دخل ممتاز بالنسبة لل7 أندية، بخلاف من باع بشكل فردي. زي ما بقول أنا بحب أسميه الفكر الجماعي. دي تجربة مفروض يعني بنتبع الأسس اللي احنا اتعلمناها، أن الفكر الجماعي بيقود إلى الأفضل. مجموعة الأندية اللي ما وقعتش مع الشركة الراعية اجتمعت عدة اجتماعات لبحث كيفية تسويق حقوقها في البث الفضائي بأرقام أفضل من اللي هي معروضة عليها. في نفس الوقت وضعت في الاعتبار اتحاد الإذاعة والتلفزيون كعامل أساسي في أي اتفاق لازم يكون موجود وطرف أصيل. حطت في أساسها في نصب عينيها برضه ازاي المحافظة على الحقوق والالتزام بالدفع. تمام. المقابل المادي، ازاي نحفظ الحقوق ما بعد يعني حقوق النادي في إنتاج المباريات بعد التعاقد. اتحطت أسس وابتدينا نفكر أكتر من مرة وأكثر من قعدة. وصلنا لمجموعة أفكار وابتدينا التنفيذ، وكان انتهت بهذا أعتقد النجاح اللي أنا بيحقق لكل نادي الرقم اللي هو النادي الأهلي حقق الرقم اللي هو شايف إن هو مفروض يحصل عليه. الأندية الأخرى حققت أعلى من العائدات اللي معروضة من الشركة الراعية. ما كنتش متوقعين الرقم ده؟ بعض الأندية اللي موجودين من ال7 ما كنتش متوقعين إن هم ياخدوا الرقم ده. بعض الأندية، إنما الأندية اللي ابتدت في الأول بشكل اللقاءات الأولانية وهي صحيح. الأهلي والمقاولون ووادي دجلة والمقصة، هم دول الأندية اللي كان متوقعين، اللي حطوا السيناريو اللي هو صحيح. موجود وحطوا القيمة التقديرية اللي احنا ممكن نوافق بيها. فالحمد لله وصلنا لها بشكل كويس وتعاقد محترم لكل نادي مع الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، شيء جميل جدا. أتمنى أنه يسود في جميع المشاكل اللي بتتعرض لها الكرة المصرية يعني. البيع تم لمدة 3 سنوات، مظبوط؟ هل من الممكن الموسم المقبل أندية تحب ان هي تنهي ارتباطها اللي بشكل فردي؟ لان انا ما عنديش معلومه هل هم بايعين 3 سنين ايضا اللي باعوا بشكل فردي، ولا بايعين سنه بسنه؟ فهل ممكن يخشوا في هذا التجمع وهذا العمل الجماعي، ولا بيكون صعب؟ هو تعتمد على كل عقد. انا طبعا ما عنديش تفاصيل لعقود كل نادي اكيد، وكل نادي اكيد هيبحثوا واكيد هيقول لو انا اقدر ان انا اوصل لصيغه تعاقد مع الشركه اللي هي الراعيه ومع اتحاد الاذاعه والتلفزيون فممكن ان هو هيبحث فيها. فدي تعتمد على كل نادي، انما احنا كمجموعه احنا خلاص تعاقداتنا انتهت يعني. طيب، عايز اروح لجزء تاني مهم جدا، لان حقيقه المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون من الشخصيات اللي يعني لازم تدرس اي عرض ولازم تفكر في الموضوع كويس جدا ومن كل جوانبه، بيعمل اجتماعات على مستوى عنده في النادي لصالح النادي، وده شيء منطقي. بحكم علاقتي بحضرتك عارف ان انت كان عندك عرض من فتره طويله جدا انك تبيع بشكل فردي.
مش هقول لحضرتك ليه انتظرت لهذه اللحظات، لان فكره البيع بشكل جماعي مع 7 أندية، والاول كانوا 3 4 وصلوا ل7، كلها جت حتى في المراحل النهائيه المتاخره. ليه حضرتك ما بعتش على طول وتقول زي بعض الانديه انا اول ما جالي العروض فبيع ما فيش مشكله واكسب بشكل جيد؟ هو احنا يمكن من اول الانديه اللي اتعرض عليها البيع الفردي، تمام، وكان بدون اي التزام علينا. صحيح. انا يمكن من خبرتنا التجاريه في نقدر الخبره الواحد اكتسبها عبر سنين طويله بحكم عملي اللي هو اتصل بكل العالم كله تقريبا. فدي بيبقى عندنا كده الايه الاحساس ان في الموضوع ده في ناقصه حاجات، ناقصه حاجه. نمرة 2 ان العائد اللي كان معروض رغم ان هو اعلى كتير من اللي بيديهولنا اتحاد الكوره، انما انا شايفه اقل من اللي انا بطلبه. يعني هو احسن من اتحاد الكوره، انا اقل. نمرة 3 انا كنت حاسس ان النقطه عشان اتكلم بصراحه ان غياب اللاعب الاساسي وهو اتحاد الاذاعه والتلفزيون ده خليني عندي تخوف لانه مش موجود. عشان الشارة، لا والانتاج كمان. الانتاج اهم على فكره برضو. الناس ربطت الاثنين. كلام مظبوط. الانتاج لان ما فيش اعتقد جهه في الدوله او جهه خاصه جوه الدوله تمتلك سيارات النقل التلفزيونيه او الاوبيفان اللي هي خاصه بنقل المباريات بوحده كاميرات مختلفه متعدده بالامكانيات. صحيح. وبالعدد. صحيح. يعني التلفزيون المصري الوحيد صحيح. حاليا داخل الدوله اللي يستطيع نقل اكتر من مباراه في وقت واحد، او ينقل هوا على كذا قناه ويسجل الباقي عشان نكون واضحين. كلام مظبوط. الحاجه الثانيه هو موضوع شرط البث اقل اهميه، بس ممكن التفاوض فيها لانها لها شرط البث. زي انت كقناه بتنتج وتقدر توصل انك تبث. صحيح. دي قاعده ان ما فيش ربط بينهم. اكيد طبعا. انما انا كنت شايف وقتها ان موضوع الانتاج وانت كل اتفاقاتنا بدون ان نصل لاتفاق مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون فهو معرض للخطا. صحيح. فكان ده من الحاجات اللي قالتني انا لا يغريني هذا العرض. الموضوع الاخر ولا اقدر اعذر فيه انديه اخرى ان هي هم جالهم في الموسم في النص الثاني من الدور الاول بعروض وفلوس حاضره. الانديه معظم الانديه كانت تعاني. صحيح. من ضائقه ماليه، وانديه كبيره مش صغيره، وانديه جماهيريه. صحيح. وانها عايزه تسدد للاعبيها وكده. احنا ما عندناش الموضوع ده. انا كنادي مقاولين العرب الحمد لله احنا كنا مخططين. ما عنديش لا عندي التزامات متاخره ولا يعني ما عنديش الحاجه اللي هي قد تجبرك انك انت تنفذ علشان يجي لك دخل تبدا تصرف منه على طول. بالظبط. ويمكن الكثير من الانديه قال انا محتاج الفلوس دي اللي هيديهاني الراعي، بعد كده بقى يحلها ربنا. صحيح. يبقى هو كان برضه بص لها قال لك الخسران هم، يعني الشركه الراعيه لو ما قدرتش توصل لان هي اللي تحملت التعاون مع التلفزيون وشرط البث والكلام ده. فكل واحد بينظر الى الامور من وجهه نظره، وانا تملي اقول ما فيش حاجه صح 100%. كل شيء له تقديراته. زي ما بقول انا قراري صح او يحتمل الخطا، وقرارك خطا يحتمل الصواب. يعني كده. فده لو احنا مشينا على القواعد دي هتقدر توصل بشكل كويس. مع تطور الوقت كان يمكن الأندية الأربعة كان عندهم هذا الفكر تقريبا، فلما التقوا فكان القرار طلع ان احنا لازم نفكر بالصورة. القاعدة الأساسية انك تبث جماعي. يعني هل حضرتك بصراحتك المعهودة بتعتقد ان هل يمكن تكوين رابطة أندية محترفة في ظل حالة عدم التوافق الجيدة للكثير من الأندية في الدوري المصري؟ وانا بتكلم بصراحه يعني ما بجملش الكلام. في حاله مش هقول حاله احتقان لان احنا ما نوصلش لاحتقان، في حاله عدم تفاهم. فهل نقدر في ظل هذه الحاله اللي موجوده دلوقتي نقدر نعمل رابطه انديه محترفه يا فندم؟ اعتقد صعب. لازم الهدوء يعني ان احنا نبقى حاطين الهدف قدامنا وبنشتغل عليه بتخطيط سليم. يعني صحيح. الحاجه برضو الاخرى وممكن اعلق عليها عشان توصل بنتائج كويسه. لو انت عندك عدد كبير هتتاخر انك توصل للنتائج. دي قاعده عرفناها في الدنيا كلها. يعني انت عايز بيبقى المجموعه محدده في حدود 5 أفراد
دي المجموعة اللي تقدر تخطط وتنفذ إذا كانت المجموعة الأخرى تثق فيها. إنما علشان تحط عدد كبير 11 واحد هتبقى الموضوع صعب جدا في ظل تفاوت الآراء ووجود حالات من الشد والجذب. لذلك أنا شايف المرحلة الحالية هي مرحلة المهندس خالد عبد العزيز لتدخله بشكل واضح بما يمتلكه من سلطات كممثل للدولة ووزير الرياضة، بما يمتلكه من خبرة رياضية، بما يمتلك من خبرة إدارية ودبلوماسية عليه هذا التدخل. طب ممكن يا فندم أخد استفسار من حضرتك على عملية التدخل؟ لأن اللي بيسمعنا دلوقتي يقول طب ما هو رئيس نادي المقاولون بيطلب من وزير الرياضة أنه يتدخل في توقيت كان بيقال وزير الرياضة ملوش دعوة به، خاصة الجزء اللي خاص بالكرة واتحاد الكرة. فعايز تفسير في قصة التدخل. بمعنى التدخل بمعنى أنه هو يقدر يعني نحط المشكلة ونقط الخلاف بين الأوجه المختلفة ونقول احنا ماشيين بطريقة، هل الطريقة دي سليمة؟ صحيح. ولا طريقة خلينا نسميها طريقة الإدارة. يعني أي حاجة في الدنيا بتروح للإدارة. صحيح. هل الطريقة دي اللي احنا بنتبعها كإداريا عشان نحل هذه هل كويسة؟ انت يعني هو بيقود عملية الاجتماع لوضع حلول. يقول الموضوع يا جماعة احنا ماشيين بالطريقة دي، الطريقة دي هتودينا إلى هذا الاتجاه. هو عليه يحسب، يقدر يقيم الموضوع جد خطأ، يعني لازم نبحثه، يعني ايه نكون فاعلين من الاول. ارجو من المهندس خالد ان هو وهو في دماغه ما يستناش اكتر من كده، لا عليه بيقعد ويبتدي يسمع وجهات النظر، وهو في وقت ما يقول لك ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار. في وقت ما لازم في قرار بيجمع المصلحة العامة، لأن هي الدولة، احنا كلنا بنعمل تحت مظلة الدولة. إذا كانش لها الدولة لها التدخل في الأوقات اللي هي بيحصل فيها مشاكل، فالدنيا مش هتنتظم. صحيح. مش هنقدر نسيب كل واحد، وكله بيعود على الرياضة بشكل عام، يعني دور من الأدوار تجميع الناس بالظبط كده. وفي حلول أخرى، يعني أنا مقتنع تماما دخول الجماهير ممكن وممكن بشكل كويس. ليه؟ لأن أنا مقتنع إن كل فئة من فئات الشعب فيها كويس وفيها الوحش. صحيح. في كل حاجة. هل يعني أنا بقول مثلا في ناس ماشية في الشارع وفي ناس متبعة القانون، في ناس مش لا تتبع القانون. لو اتبع اللي ما بيتبعش القانون ده أساء وعمل شغب، هيكون حلي إن أنا أمنع السير في الشارع؟ أو الناس هتقدر ما تسيرش في الشارع؟ موضوع لا، الدولة هتقول هذا هو القانون، وأنا حتى لو في تشريعات مطلوب وضعها أو هذا هو القانون وهذا ما يجب اتباعه. بالظبط زي ما حدث في الجماهير. أكيد في جماهير كانت كويسة وجماهير سلوكها سيء فأدت لوفاة ناس، فبتعاقب وبتخذ الإجراءات اللي هي تؤمن، لأن الجماهير عنصر أساسي في كرة القدم، عنصر أساسي في حياة في حياة كرة القدم. هايل. في الاتجاه ده اخد من حضرتك اجابه على سؤال مهم جدا في التعامل مع قضيه عوده الجماهير المدرجات من جديد. هل التعامل ان انا اواجههم بشكل مباشر وانتوا ما ينفعش تدخلوا المدرجات، انتوا جماعه ارهابيه، جماعه بتخرج عن النص، جماعه تعاملكم سلبي جدا، ولا انا اضع اليات لدخولهم بان اللي هيدخل يكون سنه كذا، يدخل بالبطاقه، تقنين؟ واعتقد ان اتحاد الكوره او الانديه بيمتلكوا عمليه تقنين التذاكر، ان هي تبقى بالايديهات او البطاقات المعروفة أو عن طريق جمعياتها العمومية، يعني في أشكال كتير. أنت تختار أنهي طريقة؟ لا ده ولا ده، اختار التشخيص الأول. التشخيص لازم أنك تشخص المشكلة وتشرحها كيف تتم. كل واحد فيه، على فكرة ده لازم نعاون الداخلية ونعرف مع الداخلية، لأن الداخلية مش عايزين نحملها كل المسؤوليات، لا احنا بنساعدها. صحيح. احنا ممكن نخش في فكر جديد. كويس. كل حاجة في الدنيا بتتحل. صحيح. يعني انجلترا عدت بهذه المشكلة. صحيح. وكانت المشكلة الأضخم والأكبر والأعمق كانت في الكرة الإنجليزية. كانت أيام مارجريت تاتشر. صحيح. وكان لها بعد بحث المشكلة كان لها قرارات حاسمة والجماهير عادت. صحيح. وكانت في بدايتها كانت عنيفة وقوية. الهوليجانز أسوأ ما كانوا موجودين في الكرة العالمية ككل. وشفت أنا في إيطاليا
يعني انا في وقت من زياراتي قبل كده يعني حتى ناس وقتها نصحوني بعدم الذهاب الى الاستاد. معقول. فانا ما رحتش وشفت بقى بعد كده بعيني. انما هو الناس بقى اما ابتدت تشخص، يعني كان اسهل حاجه تقول او هاخد الطريق بلاش نلعب بالجماهير. طب مين هو الهوليجانز ومين هم مش هم؟ يعني قعدوا يشخصوا على المشكله. كان في الاول قرارات سريعه رادعه، في تشخيص، في حلول، ومجالات مختلفة اللي قعدوا يشخصوا. بالظبط طبعا. علم اجتماع، علم نفس، ناس متخصصة رياضيا، والجهات المسؤولة، والجهات المسؤولة كله قاعد يشتغل. الداخلية والأمن المسؤول عن المباريات، صحيح. الأمن العام، اتحاد الكورة، الأندية، ناس مجتمعية، لأن دي ظاهرة كبيرة. أنت بتتكلم على قطاع يعني بتضر بأمن المواطن اللي في الشارع العادي. لا، وقطاع كبير. قطاع يعني, كبير يعني الموضوع مش مسألة 2 3، انت بتتكلم ملايين. صحيح. يعني انا لو بتكلم على الجماهير الكرة المصرية، انا اعتقد مثلا يخشوا 50 60 مليون مثلا، ممكن. صحيح. فانت بتتكلم مع فئات مختلفة، فالمشكلة بتبقى محتاجة تحليل ومحتاجة تشخيص الأول. زي اي شغلانه. الدكتور لو ما شخصش كويس هيحط علاجات خاطئه. مظبوط. فالموضوع هو احنا لم نصل لمرحله التشخيص، لم نشخص حتى الان بشكل علمي علشان نقول كيف تعالج هذه الظاهره. صحيح. وكيف تكونت وكيف تمول وكيف تجتمع، وفيهم تقدر بعد كده هترصد الكويس وترصد الوحش. بعد كده هتقوم حاطط القواعد اللي هي تضمن عوده الناس التي تستحق العوده، وهم كثيرين. عاده بيبقى الناس المنحرفة ليست كثيرة. الناس اللي عايزة تقود للانحراف عشان نقول بنقول في عندنا ظاهرة المخدرات، بس مؤكد لو نسبتها لل90 مليون هتلاقيهم نسبة صغيرة. صحيح. كلام مهم جدا. وخليني ارجع للدوري المصري بعد الجزء الخاص بالجماهير. هل عندك حالة تخوف من عملية الاستمرارية، عملية الانطلاقة، مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بدون جمهور؟ هل بتتخوف أن ممكن يحصل توقفات بشكل معين؟ وبسأل حضرتك السؤال ده من واقع تعامل حضرتك مع المسؤولين في الدولة، سواء من الناحية الأمنية، من مسؤولين في اتحاد الكورة، من وزارة الشباب والرياضة، عملية الإحساس بأهمية عودة الكورة بجد وبشكل طبيعي. هو يعني كل المسؤولين في الدولة يدركوا تماما ان كرة القدم ليست 22 لعيب ومستطيل. لا، دي على فكرة انا بحسها، يمكن انا عشان قريب من النشاط الدولي في حاجات كتيرة تحس يعني أهمية كرة القدم في علاقات، أهمية كرة القدم في تواصل، في انتشار. يعني أنا لسه كنت زرت المعسكر بتاع المنتخب في البرتغال. رئيس المدينة اللي هي كنا فيها، اللي هو يعتبر زي رئيس الجمهورية لهذه المدينة، أما عرف طبعا من المعلومات فرقة كرة قدم أول فرقة عربية تزور البرتغال، والتلفزيون بيتناقل الخبر وبينقل لقطات والجرايد. الحقيقة مشكورا هو طلب مقابلتي، طبعا أنا كنت سعيد جدا، والراجل عمل لقاء جميل جدا. اللقاء ده خلاه عنده خلفية عن شركة المقاولين العرب، ولقيته بيجمع عن وضع مصر الأمني والاقتصادي، وعن نشاط كرة القدم. وهو قال لما عارف ان احنا شركة كبيرة في مجال المقاولات ولنا تعاملات خارجية، برضه هو بص من زاويته بيقول ان احنا ممكن عندنا نتعاون. قلت له الحقيقة انا شفت نهضة في الطرق وفي الانفاق في بلدكم، فلا مانع، احنا بنتعامل مع شركات انجليزية وفرنسية ويابانية، فلا مانع يكون برتغالية. هنا هو مغزى كرة القدم. يعني هو لو انا مواطن مصري او شركة، ما اعتقدش ان هو كان هيقول لي او هيطلب المقابله، وخليته ان هو او يركز اكتر على معلومات عن مصر والوضع وخلافه. سلوك اللعيبه هناك وانتظامهم وانضباطهم ده واجهه حضاريه لمصر. ولذلك انا كنت مأكد عليهم، انت اي واحد، انت راجل مع كره القدم، شخصيه معروفه، تعتبر شخصيه عامه، سلوكك محسوب عليك بكل فلذلك احنا يمكن المعسكر كان ماشي بالدقيقة والثانية في كل تخطيط، اكتر من احنا في مصر بكتير جدا، من كل اللعيبة والأجهزة الفنية، تحركاتهم، الانتظام،
الحفاظ على الوضع العام، فلذلك لقوا مودة وحب. كل دي رسالات تعني ان كرة القدم ليست الملعب. ليست الملعب فقط، ليها اجزاء. انت مطمن ان الامور ان شاء الله اللي جايه في الكره المصريه الى حد ما الامور هتبقى جيده؟ انا اطمن اكتر لو قعدنا الاعداد، اللي انا اطمئن لما اشوف ورق مكتوب، اشوف تشخيص. انا يعني طمئن للناس اللي بتتعامل معايا، تقول انا اقول لهم انا ما بعرفش اسمع، انا اعرف اقرا. فما بقى اقرا احتفظ واقدر احلل. وفي الحاله الثانيه برضو ما حدش هيقول لي انا كنت اقصد وما اقصدش، لا، الكلام مكتوب فاقدر احاسب. انتهى. اول ما تحط الكلام على الورق والتشخيص على الورق، الروشته وضحت. فتقدر تقول العلاج، حتى لو حطيت احيانا لا تصل الى العلاج من اول مره، وده شيء طبيعي. يعني هو حتى الناس كلها والاجانب وكله يقول لك انت ايه، هتحط انت عندك تشخيص زي الدكتور حط لك علاج، فالعلاج ما جابش التحسن، يقول لك لا الغي ده وحط ده، بس في اساس لا هنحسن. فاول ما تحط التشخيص تعرف ان الحل جاي، والتشخيص الجيد يؤدي الى نتائج، الى علاج جيد ونتائج جيده، وهو ده اللي موجود في الخارج. هايل. عايز اخد جزء اخير مع حضرتك على المقاولون العرب، تحديدا على النادي. ما شاء الله نمسك الخشب ما بنحسدش. سويسرا علاقاتها على اعلى مستوى، فتح قنوات اتصال جيده جدا، ومن سويسرا على البرتغال. بحس ان حضرتك لما بتتعامل مع انديه في بيع لاعب من المقاولون العرب ما بيكونش التعامل بهدف جلب المال فقط لا غير، ان انت تحقق عائد مادي كبير، وممكن تحقق ده من خلال انك تبيعه لانديه كبيره. مش هتكلم في مصر بس، ممكن حتى على مستوى الخليج. اهميه انك بتكون علاقه وتفتح خطوط اتصال مباشره مع الانديه، وبتعمل ما يسمى ببروتوكولات التعاون، اللي انا بحس ان هي دايما ايه، لما نقابل بعض عاملين بروتوكول تعاون لكن دايما غير مفعل. لكن حضرتك دايما بتعمل علاقه مباشره ووطيده ومهمه. ده من وراء ايه؟ هو انت بيبقى لك استراتيجيه في التعامل مهم جدا، وانا بتعامل يعني كل لك خطوط واضحه. انا عايز اتعامل خارجي ولا داخلي؟ انا هدفي الفلوس فقط ولا هدفي خبرات؟ برضو الخبره في الرياضه الاداريه والفنيه فلوس، تساوي فلوس. انا تملي اقول الفلوس هتيجي للي يمتلك المهاره والخبره. انما لو انت سعيت من الاول هدفك فلوس في وقت فلوس فقط، تعرف ان عمرك قصير. عمرك قصير في هذا المجال. انما احيانا الواحد يضحي بفلوس مقابل ان نحصل على الخبره، لان الخبره دي تساوي فلوس، العلم يساوي فلوس. لذلك كان الاتجاه مع البرتغال في الوقت ما، يعني مع سويسرا كان احنا الحمد لله حققنا نجاح وتفاهم، وفهمنا سويسرا وفهمنا هذا النادي كويس. لما جه خطوه البرتغال وفتحت كمان لانديه ثانيه في سويسرا، وفتحنا لانديه الحمد لله. بالنسبه للبرتغال زي ما بيقولوا ايه، حضاره مختلفه او فكر مختلف، ثقافه وفلسفه مختلفه. بس كان لنا خط ان انا اقدر نتعاون في ايه. فما عملنا مع عمليه الانتقال للاعاره، عملنا الاتفاقيه اللي هي الاجريمنت بالتعاون الرياضي، واول بنودها كان هو هذا المعسكر. فاحنا مجرد ان انا اتمنى اقول اذا اي اتفاقيه نسميها بروتوكول، نسميها توأمه، اذا لم تفعل مباشره تعرف انها هتموت. وكلام وتصورنا ومشينا. انا من اول قلت له انا عملي بكتب اتفاقيه، يعني هبدا من بكره افعلها اشتغل على طول. فلذلك احنا فعلنا بعد يومين من، قلت له اول بند التفعيل هو المعسكر اللي هو بيستضيفه النادي بالبرنامج ده كويس. واتفقنا على كل النقط واشتغلنا عليه من بدري، ومشاكل السفاره الحمد لله تم على اعلى مستوى من الدقه. قلنا وانا هناك وانا بخلص البند الاولاني، انت قلت له البند الثاني انت هتبعت لي واحد لاكاديميه الكوره، والراجل ده مطلوب منه 1 2 3 4. والاتفاقيه الثالثه رقم 3 ده هيكون في شهر يناير. فتملي يبقى انا عندي سابق بخطوتين. ما شاء الله. التفعيل هو ده العامل، العلاقه تاتي من التعامل الواضح يعني. تمام. عايز اتكلم على جزء تاني مهم هو في نفس الاطار. عندك لعيبه في الفريق، لما شافوا محمد صلاح خرج، لما شافوا محمد النني خرج، وحققوا نجاحات، ووصول محمد صلاح من سويسرا للدوري الانجليزي ان شاء الله ليه كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. بقى في حس وفي رغبه عند لاعب المقاولون العرب اختلفت شويه، ما بقاش ينظر داخل مصر فقط لا غير والانديه الجماهيريه. بنتكلم بصراحه، لا، بينظر ان رئيس النادي عنده ليه فلسفه مختلفه، لو جاله عرض بره هيمشيه حتى لو ربما اقل، لانه
خلاص بقى عنده ثقافه انه ممكن يخرج. لما نقلت الفريق كله في معسكر في البرتغال، ده بتشوفه عمل ايه مع لعيبه كمان المقاولون العرب؟ انت تشوفها في النفسيه بتاعتهم هم بالظبط. بيأدوا. اولا احنا اخترنا لهم لبس مميز جدا كان ملفت. اللعيبه عارف ان هو في ناس كتيره بتتفرج عليه فاترينا، يعني كويس. تملي انا بقول للعيبه اي عرض ممكن يقبل او لا يقبل، يعني مش لازم يعني في اتعرض عليا عروض ما قبلتهاش، لان انا يهمني انك تروح في مكان تنجح. يعني انا شفت محمود عزت وعلي فتحي وبنتابعهم، وقعدت مع المدرب بتاعهم وقلت له والراجل، وعرفت منه هو ينقصهم ايه عشان يبقوا كويسين، ونقلته لهم. هايل. قلت لهم انا بنقل لكم اللي في دماغه. مش بتكتفي بس انك انت بعت اللاعب وخدت الفلوس او عملت بروتوكول مع النادي، لا انت يهمك كمان اللاعب نفسه. احنا على اتصال معاهم باستمرار لغايه ما يبقى ايه، يمسك الطريق الصحيح. ليه؟ نجاح اللاعب هو نجاح للنادي. ماديا، علاقات، تبادلات. هو نفسه المنتج. انا بعتبر ان انا اودي لعيب لمكان ولا ينجح برضه في حق النادي مش كويس. لانك انت هناك بيبص على لعيب يقول لك ده مقاولين عرب، لا خلاص بقيت زي ايه، بخدت السمعه. تقول زي بتقول ده منتج ياباني، لا خلاص المنتج ده بقى كويس. وده اللي خلى احمد حمودي يروح بازل بالظبط كده، بالشكل اللافت للاداء بتاع محمد صلاح والنني. فيبقى اللاعب المصري هنا حقق شيء جيد. يجوا البرتغال وجود لعيبه مصريين من قبل ايضا ده كان شيء جيد، ان هو يخلي ليه عامل جذب لبعض اللعيبه. وبرضه في حاجه برضه تخصص او ذات طبيعه خاصه، ان النادي هناك الكل بيتناقل. يعني احنا عملنا مؤتمر صحفي مع رئيس النادي البرتغالي، اتنقل هناك وهو بيتكلم فبينقل الفكره، فبيقول لك لا مثلا مقاولين العرب بديها اولويه ان انا اخد لعيب منها لانهم اداره بتقدر تتعامل معانا بشكل كويس. يعني كل ده بيبقى عمليات مكاسب، اقتراب الثقافه في عمليه التعاقدات. اخر حاجه الفلوس بتيجي وتروح. الفلوس بتيجي وتروح، انما الفلوس بالطريقه كويسه هتجيب لك الاعلى اكتر منها. وانا بختم محمد صلاح واداؤه مع منتخب مصر، لازم اسالك سؤال ده، انا بحس ان انت الاب الروح لمحمد صلاح. يعني بتشوف اداؤه ازاي، وبتزعل لما بيتم انتقاده بشكل قوي جدا، ولا ما فيش مشكله، عارف ان صلاح يقدر يتعامل مع الوضع؟ لا، هو انا احيانا بحس ان ال الاعلام في مصر بيضخم شويه. يجب ان نعرف ان محمد صلاح لا زال 22 سنه. يجب يعرف ان محمد صلاح بنعامله كابتن الفرقه، ككابتن الفرقه. صحيح. بنعامل محمد صلاح انه بيلعب في دوري عادي، لا ده دوري شرس. صحيح. انا برضه هقول لك، انا يمكن في احد البتاع قال لك احنا اللاعب عندكم بيفتقد حاجتين اساسيتين، القوه في الاداء والسرعه في الاداء. القوه والسرعه. فانت هتلاقي هناك مثلا ما بيحسبوش عمليه الفاولات اللي بتحسب عندنا، ففي قوه جامده جدا. هو دي عنصر اساسي، القوه في الاداء والسرعه في الاداء وتقييمه لاداء الواجبات بتاعته. الحتت دي اساسا معظم اللاعيبه ما تعلمتهاش في مصر. فبره على قد ما هو بيكتسبها على قد ما بيجد فرصه. تمام. احنا بنضغط عليه في النقد وبننقل صوره اكن قالوا هيعيروه ومش عارف ايه وفشل. لسه هو مش كده. الحاجه الثانيه ان يعني يمكن محمد صلاح انا بقى لي فتره الحقيقه من ساعه ما راح تشيلسي ما فيش اتصالات، انما ببعت له رسائل من خلاله لوالده. لانك انت لسه مهما كان هو لسه صغير ولازم خبرات كتيره. كويس. ارجو ان طبعا كان المنتخب هو برضه يحلل، يعني ظاهره زي احمد المحمدي، محدش قدر عبر ليه محمد المحمدي اساسي في هال سيتي ولاعب مميز ولا يوجد في المنتخب مع تغير مديرين فنيين. احنا بنقوله خلاص، يعني احنا بنقول الموضوع من غير ما نعمل له تحليل او تشخيص او ايه السبب. بالظبط، هو ده اللي انا بقول لك عليه، مفيش تشخيص. هو بتلقي المسؤوليه كامله على اللعيب. طب هو نفس اللعيب اللي بيوجد هناك وبيشيدوا بيه، هل طريقه اللعب مختلفه؟ هل هو بيحتاج لعيبه بسرعات مختلفه جنبيه في التوقيت دوت؟ هل في حاجه نفسيه؟ هل في حاجه نفسيه؟ هل مفيش اعداد؟ ليها امور كتيره فيها جدا. امور كتيره يعرف اقرا. وكذلك ينطبق على مع محمد صلاح ومحمد النني. هم انا سامع الناس بتتكلم مع ان محمد النني محور اساسي، وانا شفت الكلام ده من مدربين بازل. يعني هو بيقيمه، هل في حاجه في تقييم في حاجه؟ فنجب نشوف ما هو العنصر الاساسي مين؟ اللعيب. يعني كل هنقول نعرف منه. نصيحتك نشخص علشان نعرف نحدد العلاج المظبوط، وممكن العلاج ما يبقاش من اول مره، ممكن يكون من تاني مره، ما فيش مشكله، بس نبدا. والتشخيص الجيد هيوصلك بطريقه جيده. يعني ممكن
ممكن من اول مره تلاقي العلاج صحيح. تمام. مش هكشف خطوات حضرتك اللي جايه، سويسرا، البرتغال، ممكن ثالث حاجه تكون ايه؟ هي بلد اوروبي. بلد اوروبي. بلد اوروبي ايضا، وتملي مواصفاتها ايه؟ مواصفاتها بيلعب فيها محمد صلاح مثلا؟ لا هو لا، عشان اكون واضح، انجلترا قصه بعيده، عشان لازم نكون واقعيين. انجلترا موضوع تاني وسوق تاني خالص. واسبانيا، بس اسبانيا يمكن اسهل شويه من انجلترا. قد تكون اسبانيا. احنا زي ما بقول ايه، انا في مرحله احتضان العلاقه الجديده. احنا كويس. لسه الموضوع بقى له اشهر، طب ما فعلها بشكل كويس بدل ما تشتت نفسك، انما هتكون في مرحله قادمه. هايل. في الختام، الرابطه او الحزمه او التجمع اللي تم بين 7 انديه لبيع البث الفضائي، ممكن ينتج عن هذا التجمع بعض الامور الاخرى، ولا هتكتفوا بعمليه البيع فقط؟ يعني يكون في تعاون بشكل او باخر في اي حاجه ثانيه؟ ده اللي بيتردد في الوسط، ولا ما فيش مشكله والانديه كلها انتوا بتتعاملوا؟ هو عمليا انتهى بتوقيع العقود لكل نادي بعد عمليا. لان انت عمليه بيع بس البث. نظريا اذا استجد امور تتطلب تفكيرنا الجماعي، فهي اللي هتفرض نفسها. اذا اتفقنا. مش مخطط لها. مش مخطط لها في الوقت الحالي، وانتهت هذه العلاقه اللي احنا سعداء بيها، وكناس بنعمل في الحقل، وايه زي ما يقول لك، تملي ننظر للافضل. ما احنا نجحنا، ليه ما ننجحش اكتر؟ صحيح. المهندس شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب، بشكرك فندم شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في برنامجي من قلب الاهلي، ورب دايما نلتقي بحضرتك. دايما ما شاء الله يعني بتمتلك من القدرات وبتمتلك من الشغل تضيف لنادي المقاولون العرب كنادي احنا بنعتز بيه بشكل كبير جدا كلنا كمصريين. ما بنعتبروش لنادي شركه، يعني حتى هو وغزل المحله ما بنعتبروش نادي شركه، النادي من الانديه اللي ليها معزه كبيره جدا. يعود مره ثانيه ان شاء الله لاحراج افريقيا وللتواجد الافريقي. تستاهلوا دوت، لان اداره محترمه، لعيبه محترمه، دايما اجهزه فنيه وقطاعات ناشئين على اعلى مستوى، ادت مصر كتير، وكل ده بيعود لمنتخبنا الوطني ومنتخباتنا الوطنيه المختلفه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. انا بشكرك كتير على اللقاء الجميل. بشكرك يا فندم. ده كان حوار مهم جدا مع المهندس شريف حبيب، اتكلمنا على امور كتيره جدا خاصه بالكره في مصر والبيع والامور اللي حصلت يمكن خلال الفتره اللي فاتت. اتكلمنا على الدوري المصري، العمل الجماعي، اهم كلمه يمكن قالها المهندس شريف حبيب، العمل الجماعي، ان انت تشخص المشكله، تبدا تشتغل على علاج المشكله. ممكن ما تحلش من اول مره، لكن من ثاني مره المهم ان احنا نتكاتف، نبدا نشخص، نبدا نعالج. كلنا محتاجين التكاتف لصالح الكره المصريه بشكل كبير. بشكر حضراتكم النهارده على حسن المتابعه. حلقه كانت يمكن طويله شويه في من قلب الاهلي، انتظرونا باذن الله الاسبوع المقبل وحلقه متميزه من قلب الاهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى اللقاء.